السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم يا رجالة وعلى الأمة الإسلامية، ويا رب يجعل أيامنا كلها يوم الجمعة. حبايبي رجالة، بص يعني أنا كمان بالمنظر ده كده ونظفت نفسي شوية عشان أطلع بس أعمل الحلقة ونعمل الصبح رجالة من بعد الصلاة. ميتين حرفيا في التنظيف عند الحمام. تنظيف محاضر. بصوا يا رجاله النهارده عامل ازاي شكل المعدن. وانا الناس برضه اللي بتشوفنا لاول مره، احنا بنفرش في المعدن سن زيرو او سن المنيا، الاثنين واحد اسمهم واحد. بتشوفهم بتجيبهم من عند اي حد بتاع كسر رخام او موان اللي هو بيبيع الاسمنت والرمل والزلط والكلام ده كله. محاضر الرجاله اتنضفت اتفرشت، الله ينور. تمام. الارضيه طبعا والدنيا راقت ترويقه 100 محترمه. النهارده بقى حلقتنا عن ايه؟ عن قطف الزغاليل يا شباب. قطف الزغاليل سهل جدا وبسبب طريقه ممكن تعملها ممكن توقع الزغاليل منك، وحاجه تانية لو عملتها ممكن زغاليلك ان شاء الله تعدي وتعيش. اليومين دول انا بكلمك واحنا في اول 8، سامحوني صوت العصافير، انا بس بصور علشان نجيب على الزغاليل اللي احنا قاطفينها. فشهر 8 ونص 8 في الغالب كده اغلبيه اللي عندنا كله حضان، فيما عدا زغلول صافي بظروفها، زغلول سكروته بظروفها، زغلول ابل اخضر بظروفها. يعني فين وفين كده لما تمشي كل باب كده تلاقي ايه زغلول كده بظروفها وظروف. انما اغلبيه اللي احنا سايبينه تحت الحضان زغاليل حضان او زغاليل زواجل. بصوا يا شباب، اليومين دول يومين جدري ويومين جدري صعبين كمان. ده زغلول نضيف قوي مش في اي جدري. بص هنا لو جينا نبص نلاقي رجليه فيها جدري اهي يا شباب. والزغلول ده الحمد لله الحساسيه اشتغلت من التراب اللي عند الحمام. الزغلول ده يا شباب لو جيت تبص مثلا عليه وانا لسه قاطفه وشفت شكله تقول لي يا عم ده لا يمكن يعيش. ما شاء الله رجاله، هو واكل وشرب، هو ده اكل وشرب تمام بقى سليم وزي الفل تحت ايدي. في جدري اهوت، كل ده طبعا بيقع وبينضف. وشه ده ما كنتش تشوفه من الجدري، وشه والله حرفيا ما تشوفوش من الجدري. تعالوا نشوف زغلول تاني في جدري بقى اهو يا شباب. زغلول تاني برضه ايه يا عم اجيب نفسي. زغلول تاني يا رجاله واكل وشاحن وفي جدري. بص وشه عامل ازاي. وليد هو انت يعني طالع لنا بالجدري كده مش زعلان ولا مكسوف ولا كده يا جماعه؟ ده امر واقع. انا اكتر سنه شفت فيها ناموس وبتبان هي السنه دي. كميه ناموس فظيعه، كميه ناموس الواحد عمال يلطش لنفسه انا كبني ادم، فما بالك الطيور يعني هتتقرص. والحمد لله ان الجدري طالع لنا في نهايه 7 في اول 8 تمام. والحمد لله برضه ان الجدري بدا يختفي. يعني ايه يختفي؟ يعني اللي طالع رجاله جديد مفيش في جدري، اللي طالع جديد يعني ده كله انتاج 7 اهو. في الجدري كله بيقع بيتقشر اهو، كله بيقع بيسقط لوحده. الناس بقى اللي بتقعد تسال نعمل ايه في الجدري ومش نعمل ايه في الجدري ولا حاجه يا باشا. الزغلول ده كان وشه ما تشوفش وشه، كان متبهدل جدري. بص كل ده كان جدري، كل ده كان جدري اهو، بسيبه بينشف لوحده. اهم حاجه بس ان الزغلول ياكل. بصوا يا شباب اهي من على الرجل وقعت اهي الوحيده اهي ماشي. كل الجدري عمال يقع من جسمه اهوت. الزغاليل دي بتنضف يا رجاله وبناخدها ناكلها زغاليل للبيت ماشي. برضه نبص على زغلول ثالث. شوف يا رجاله احنا قطعنا 3 و3 6 7 8 قطين 8 كده الاسبوع ده. ده برضه وشه اقسم بالله العظيم هنا ما تشوفش وشه من هنا من الجدر. كل ده ما شاء الله نشف اهو بمجرد ما اتقضف اهو. بص هنا والله ده كانت كلها جدري كده بينشف لوحده والله يا شباب، بينشف لوحده تمام. شوف انا تحت ايدي كده تحت جناحه جدري كله بينشف اهوت. انا يعني يا دوب اهو بزقه بايدي كده اهوت بيطلع 10. ده بالنسبه للجدري يا شباب. واكل ما شاء الله شاحن، يبقى مناعته بتزيد، يبقى الجدري هيقع لان الجدري في الاساس مرض ايه؟ الفيروسي. نرجع بقى لحلقتنا يا شباب اللي هي قطف الزغلول. ازاي اقطف الزغلول صح يا وليد؟ انا الزغلول بيفضل حلو قوي مع الاهالي، بمجرد ما اقطفه يا عم الحاج الزغلول بيتكعبل مني وبيتدعبل وبيموت. الفكره ايه يعني انت بتقطف ازاي يبقى الزغلول صحته كده؟ انا شايف ما شاء الله زغلول صيف، بس الزغلول طالع حلو. نبص على الزغلول كمان استرالي اهو الناحيه الثانيه. والله يا شباب انا يعني من الناس اللي قلت ده صعب ان هو يطلع. ليه؟ ده كله جدري. شوف جفنه طار من الجدري، جفنه اتاكل من الجدري ماشي. ما شاء الله واكل وشاحن، وفتحه المجمع من ورا هي كلها نضفت الحمد لله. وكل ده يرجع تاني كانه زيرو ماشي. والله يا رجاله تحت ايدي اهوت اهو جدري اهو. بص اهو يعني لو انا ضغطت جامد كده اهو ناشفه. بص اهي طلعت اهي ماشي. كل ده بينشف دلوقتي اهو تمام. بس الحمد لله عدى ماشي. ليه؟ الزغلول مناعته كويسه، طول ما هو بياكل
مناعته ايه كويسه. اللي بيوقع منك زغلول يا كبير ان الزغلول مناعته مش كويسه. طيب في تلاويز ما شاء الله يعني ربنا يبارك لك زغلولين حلوين حتى لو كانوا زغلولين عاديين ما شاء الله يعني. ده زغلول صفر يا رجاله، ده زغلول تطلع في الصفر. بص عامل ازاي؟ والله يا شباب ماسك الزغلول في ايدي مالي ايدي والله بجد ما شاء الله. حتى لو في جدري قلتها الجدري انت تصور انا بقطبه بطريقه صحيحه. بس يا كلاب انا بقطب الزغلول بطريقه صحيحه ازاي؟ اول حاجه يا رجاله ما ينفعش ان انا اخد زغلول لوحده كده اقوم سايبه في باب يقع مني يموت على طول. الزغلول بيتقطب عايز تحطه في باب بس اصبر بعد اسبوعين ثلاثه يعني كده بعد الابيض ده كده ما بدا يجهز كده وبدا خلاص يعتمد على نفسه بالقوه حتى لو ما فكش ولا واحده ومقطوب بقى له 10 ايام يا شباب وما فكش وريش اهو. بس انا شايفه الزغلول جامد، الزغلول صحته زي الحديد، ممكن اقوم حاطه في باب لوحده لو حابب اشببه. طبعا دي زغاليل ذبيح مش فارقه ماشي. يبقى انا اول حاجه لازم اقطب الزغلول لما يشبع من اهله. يبقى رقم واحد تعالوا نخرج بره يا شباب عشان صوت العصافير المتعب ده علشان الناس ما تزعلش مننا. يبقى انا عندنا رجاله رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم. رقم واحد ايه؟ ان انا لازم يكون الزغلول شبع من الاهالي. دي اول نقطة لازم أأكد عليها. يبقى الزغلول يكون إيه؟ شبع من الأهالي. طيب وتاني نقطة يا وليد لما أجي أقطف الزغلول يا رجالة ما أقطفوش لوحده. أقطف 2 3 زي ما أنتم شفتوا معايا في العينين اللي أنا بوريكم دول. أقطف في عين 4 وأقطف في عين 3 تمام. والحمد لله ال5 أو ال7 أو ال8 سلام عندهم جدري بس ماشي. طب في زغلول مدمع؟ لا، لو في مدمع أشيله بجنب لوحده. لو في زغلول مخنفر اشيله بجنب لوحده. كلهم سلام بس هم بس فيهم جدري وقلنا الجدري بينشف بعد اسبوع ل 10 ايام من قطف الزغلول. طيب انا دلوقتي خدت بالاسباب سبت الزغلول يشبع من الاهالي قوي. ثاني حاجه لما جيت اقطف زغلول واحد ما قطفت الزغلول ولا زغلول قطفت 5 ولا 4 مع بعض في عين واحده بدات اسايسهم واداديهم في الاول لحد ما اطمن واشوف ان الزغلول كلف وكويس وجامد. الزغاليل دي لو شفتها مني من اسبوع تقول له يا وليد ده كلهم الصلاه على النبي هيموتوا منك هيقعوا منك. سايستهم واحده واحده خليك حريف ماشي. تعالى كده بعد ما تحط الكلفه كده انساهم سيبهم. هتلاقي واحد يروح ياكل، هتلاقي الثاني يروح ياكل وراه، الثالث هيروح يقلده، الرابع، الخامس. نقنقوا النهارده كده اشيل الكلفه من قدامهم، نقنقوا بكره اشيل الكلفه بقى من قدامهم تاني. اللي ما كلش ياكل حبايتين حلو ده اللي انا عايزه. اللي ما كلش خالص ياكل 3 4 حبات اربط عندك ده اللي انا محتاجه. يومين 3 بداوا يخشوا في الكلفه يا عم لو عايز تشيلهم بقى ترموهم في النار، هتاخدهم بقى تنشهم فوق شغال، هتاخدهم تحطهم في مكان تاني شغال، هتوزعهم كل زغلول في باب زي الفل. اهم حاجه ان انا خدت في الاسباب قطفتهم 2 أو 3 أو 4 مع بعض ماشي. لو عندي واحد بس اللي يتقطف بصبر عليه لحد ما الثاني يتقطف معاه عشان احط الاثنين مع بعض. دي اول نقطه مهمه جدا. ثاني نقطه بسيب الزغلول وبسايسه كل يوم كده بطمن عليه. انا وارد ان انا لما اقطف الزغلول ما ياكلش بسيبه يوم 2 الثالث ممكن اديله حبايتين واسيبه مع زغلول تاني اكبر منه سنه يعلمه يوريه ازاي هو بياكل. الحمام مش هيخمني، الحمام مش هيضحك عليا، انا بشغل دماغي مع الحمام بالطريقه ديت يا رجاله. وبالفكره اللي بقول لك عليها ديت انا بنسبه كبيره ما فيش زغلول بيقع مني. اما اني بقى اشيل الزغلول لوحده. وفي نقطه مهمه يا رجاله اهم نقطه في الموضوع ده كله ان انا بقطف الزغلول في نفس المكان. يعني على سبيل المثال انا مثلا العيش الزغلول وادي القص دول بقطفهم في نفس المكان هنا في نفس البيئه المحيطه بيهم. ما تقولوش مثلا هوب قام مطلعوا الدايره على طول، لا ده انا بطلعوا الدايره ده بعد اسبوعين 3 بعد ما اتاكد ان هو جمد. تمام يا رجاله. يعني حبايبي يا رب كده نقطه الزغلول كلنا ومفيش ولا حد يقع منه ولا زغلول. يكرمكم ويرزقكم الخير حبايبي يا رجاله. كان معاكم يا شباب الوليد عبد الرحمن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.